الو معلم. ما معلم فهمت ليا تاع 3000 100 ريال قسمناها مع الكار، 10 درهم اللي كانت عندنا حنا 100 ريال هكا خدينا 4 الكوارع. الحمد لله في اتصالات وخديتي 4 كوارع. وهي هادي هي هذيك 1000 فرانك قد والله يا خايله هي ديال 9 الكوارع، وبقيت عندي واحد الكار 10 نبقى ننفخ فيهم حتى الصباح. ودابا انت ماشي الباشا كأن مجاهد خدامه مع 19 واحد، ورينا خويا 19 واحد اللي خدامه هشام، واش انا كنخلصهم؟ ياك ملي كتمشيو تخلصوا نتوما في الانعاش عمر شي واحد فيكم يجيب 400 قال لي ياك مجاهد. وما كاينش هادي، وما كاينش هاد الشيخ يا مجاهد، وما كاينش 400. فهمت ليا هاد النوبات اللي كتكونوا فاطرين ولا هادي وكتجيو كتقولوا خاي مجاهد خصنا هادي كنعطي لكم من سبيل الله نجيب لنا اللي كتخلصوا كتعطيوها ليا. وما تنتخلصوا ما تنعطيوكش، ما عمرنا عطينا شي حاجه خدينا من عندك. الصراحه راح انا راه عندي قلب الطفل بغا. وعلاش كتقول لهم مجاهد كيخدم 19 واحد وهو قال لي انا 5 وهو 15 واحد. شوف اخي مجاهد شي 5 وكذا الشكايه انت ما سلكتي حاج انا ما سلكتش ما والو. حنا لا تنخدموا اخي راه الورا باين اخي مجاهد تنخدموا 5 وتنخلصوا 45 في الموضوع. انت هو مول الموضوع، انت اللي ما عزلتينيش انا هذيك الباشا والباشا راه عاد الخليفه ديال الاتصالات يلا تسالي في الفيسبوك اجي نصور عليك ونصيفط عليك وسمع انت شنو قال هو في فمو. اش قال لك؟ شنو اللي قال لي سير عنده نهار الاثنين ما دارش معاك الجميل اجي عندي وهي تصاور على كل شيء الهضره فين مكتوبه على الفيسبوك ديالو باش يدير شي واحد راه فيه هذيك ديال التريفي ديك اللعبه ديالو وقاعد تنخور فيه. انا ما باغي نعيش انا يا مجاهد، انا راه البحاره الدوليه راه ما بقيت لا في باركينغ لا والو، انا راه هنا ما خدام ما والو، بنادم راه بوالديه نتزم به وجالس تخدم فيه وانا ما نخدمش. وانت دابا عرفت اش غادي دير؟ انت دابا كي خسرتي الهضره كي غادي تصلح الهضره؟ انت كي خسرتي الهضره كي غادي تصلح الهضره؟ قول اودي انا كنعتذر من هذا السيد، راه هذا الشيء كلشي ما كاينش هو راه عنده رؤيه ديالو اللي كيسني وداك الشيء. انا بقى فيا الحال عاد خدم شي وحدين وما خدمنيش انا، وانا كنضرب معاه تماره. الوقت اللي عيط عليا الوحده الليل عيط عليا مع 10 عيط ليا مع 7 الصباح كيلقاني فيق كنجي لعندو بحال غادي تصلح الموضوع. وديك الساعه انا غادي نهار الاثنين ان شاء الله غندخل لك الكارطه ديالك ونهضر معاه ولا ودي راه الحاله علاش هو راه مريض شويه نفساني وكذا وهذه راه داك الشيء علاش اختار هو كيقول لك بانه راه مجاهد هذه. اما بالنسبه لي انا خي هشام انا راه انا ما تنخدم ما تنوقف ما تنحبس ما تنخلص ما تنسيني، انا عبد بحالي بحالك. نهار كيقول لي الدراري راه كنصيفط حتى للدار كتجي كاينه ياك عام ونص انت خدام معايا وحنا ما عندناش الحق نخدموا صحاب الانعاش عام ونص، وانا شادكم وضامنكم. انا كنقول هاد الناس راه ما يطالبوك لا بحقوق ما يطالبوك حتى شي حاجه، هاد الناس راه باغا غير تعيش. كيقول لك انت تحمل المسؤوليه ديالك كنقول له نتحمل المسؤوليه ديالو باش هاد الخير كامل اللي كنوقف معاكم ترجعوا لي بموزيه. انا ماشي انا ما عندي غرض ديك الهضره، حتى انا ميقن من راسي بانني انا اي واحد دابا في الدار موظف ولا هذه كيقول لك انا مسكين راه كنتي تشرح ليه لان راه الانعاش تيخدم 3 شهور وكيمشي يريح وكيجي واحد اخر يخدم بلاصتو حتى 3 شهور اخرى عاد يجي يخدم. حنا انا خدام معايا انت دابا عام ونص ما عمر شي كارطه دازت من النهار اللي دخلت ما عمر شي كارطه دازت وما فيهاش دموع هشام. لا والله جبدوا البنات لا ليست كامله قالت درتي لافوت كتحن عليهم. ها انت شنو الحمد ديالك فينا قلت يا ودي راه ما عندوش وراه كاين كاين دابا غير هو مع الفقه وربما شي واحد بقى تيزيد لي في الفخره حتى هويا تيقول لي خصك دير الاخر غير غلطو. هذا هو كان يجي ويوقف حتى الباب عند الباشا السلام عليكم السلام. اما سيدي انا ديما كنخدم معاك في الانعاش، انا ديما من الصباح تنكونوا مع المجاهد الوقت اللي عيط علينا كنجيو. دابا راه طلبت 5 ديال الناس راه هو عيط عليهم زيدني انا هو السادس الله يرحم الوالدين غيشوف فيه هي غيزيدك حتى السادس ما تخرج لا اللعيب ما تخسر الهضره ما حتى شي حاجه. هو من شاف عقلك وسمعها انا اللي عطيك التعليمات باش تخدم 5 وقلت لك من بعد غادي نزيد شي وحدين اخرين. انت ودي راه هو راه بقى فيه الحال رانا حنا رغم هذاك الشيء كلشي ضربنا عليك قلنا له ودي راه ما عندوش وراه مع والديه والحاله ضعيفه راه داك الشيء علاش كيضطر هو دابا قلت لي بقى فيه الحال ما لقى ما يقول غيقول بحال هكايا. قلت ولكن راني غادي نمشي عنده وغيعتذر وداك نفس الهضره يقول ان هذا السيد
حتى هو عبد مأمور تابع التعليمات ديالو. راه غطى فيا الحال، انا حد خدم شي ناس ديالنا معايا ديما في السيرفيس، انا وياهم في الكاميون بنخدمهم، بقى فيا الحال، بقى فيا الحال، انا ما خدام ما والو. دابا والدي اللي تينفقوا عليا، ما عنديش، سولوا عليا كاع الناس، انا ما خدامش، باقي نريحها في البيت بوحدي، من كنخدم بقى كنتحرك. هذه هي الهضره. الانسان ديك الساعه خليني انا غادي نتصرف، شي هاد ال5 ايام اللي خدموهم حنا غنشوفوا كيفاش نديروا لها ونرفعوا ويعطيوها لك. ولكن كما قلت بان المجاهد كيخلص وكيدخل وهذه، كما غدير الاعتذار انت وتصيفطها، ونهار الاثنين ان شاء الله اجي للبيرو وحسب راسك خدام ان شاء الله باذن الله. صافي اخي صافي. بحال هكا غيتعاود تلاحى في الفايز. هاد السيد انا راه كانت في واحد حاله هستيريا كذا، بقى فيا الحال وانا ما خدامش وانا ما عنديش، وكنترزق ديال الانعاش، ومع ديك الفقصه ومع هذه، راه السيد راه قلنا فيه هاد الهضره وهو ماشي ديال هاد الهضره، راه راجل كريم وتيتهلا فينا من جيبو كيعطينا باش نفطروا باش ناكل باش واحد. علاش؟ حيت حنا كنضربوا معاه التماره، وهو معترف بالتماره ديالنا، والقياد كاملين كيعترفوا بينا باننا في التماره كاملين. وكاينين صحابي دابا راهم تما كيريبوا ديك الدار بامر ديال السي الباشا باش تريب، راه هذيك الدار اللي ريبوا هذوك الدراري راه كيكونوا معايا، انا ديما انا خدام معاهم. علاش هما يخدموهم وانا ما يخدمونيش؟ انا دابا راه نهار الاثنين ان شاء الله غنقول عند السي الباشا وعند السي المجاهد تما باش نشوف شي حاجه بغيت نخدم، راني ما خدام ما ردام ما شي حاجه. ديك الساعه نهضروا مع الموظفين كاملين تعرفوا معنا وندخلوا عنده وتخدم. صافي صافي الله يعاونك. الله يحفظك. يلا الله يعاونك، اليوم نسمعك. الله يعاونك.